هذا السؤال اللي غادي تسمع كنت وجهته لواحد المجموعة من الأجانب في إطار واحد المداخلة في مجال المقاولة واختلاف العقليات. كنت سولتهم إلا فقتي في الصباح ما بيك ما عليك مهني ولقيتي في وسط الجردة ديالك ولا في وسط الصالونة والكوزينة شي واحد ما كتعرفوش مسيب وغارق في دماياته، شنو غادي دير؟ تخيل الموقف، راه ماشي سهل هاد اللحظة تعيشها. الإجابات ديال الكوار كانت متنوعة، كاين اللي كيبغي يتفادى الجواب وكيقول ما عنديش الجردة ولا غادي نوض من الحلم مخلوع، وكاين اللي كيجاوب بطريقة جدية وكيقول علاش هاد المواضيع اللي كتخلع، وكاين ديك النوع اللي كيحاول يتخيل الموقف ويشوف شنو يقدر يدير فعلا. في هذه الحاله انت كشخص عايش هذا الوضع ما درتي حتى خطا، ما كانش عندك مشكل، النهار ديالك بدا عادي وكنتي مرتاح، ولكن لقيتي راسك غارق في وسط واحد الدراما يقدر يسكت لك فيها القلب وليتي جزء من المشكل، وسواء بغيتي ولا كرهتي خصك تاخذ قرار وتحمل المسؤوليه. في الحقيقه الحياه فيها بزاف ديال المواقف مشابهه، غير هي كتكون في الغالب اخف وابسط من هذا الموقف. تقدر تكون غير دايز في الطريق ويلصق فيك شي مشكل، تقدر تكون حياتك كلها عاديه وتولي طرف من شي قصه معقده بالرغم انك ما درتي لا بيديك لا برجليك. في جميع الحالات كيبقى عندك جوج اختيارات: تفشل وتبقى تبكي وتلوم الزهر كيف كيديروا بزاف ديال الناس وما كيحلوش مشاكلهم، واما تاخذ بزمام الامور وتعتبر راسك جزء من المشكل وتبدا تقلب على الحلول. وانت شنو كنتي دير في هذا الموقف؟